السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ انا بزياره مفاجئه لمزرعه بالشمال السوري بسوريا، يعني بالشمال السوري مدينه ادلب، تحديدا على الطريق العام، طريق ادلب بنش، معروف طريق ادلب بنش. سبحان الله لما دخلت انا تفاجات بالشيء الموجود عندهم حيوانات فريده من نوعها، صنف او صنفين او ثلاثه يمكن، مثل الارانب. تابعوا معي الفيديو، تفرجوا الارانب، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي هاد، ما شاء الله ما شاء الله، عم يلعب مع شو؟ عم يلعب مع حاله. في نوعيات كتير كتير ظريفة. شوفوا هاد لونه فريد. أرانب كلها مميزة، يعني ما بفهم بأسمائهم، سبحان الله كلهم يعني مثل يقولوا شيء تقيل تقيل. ما شاء الله تبارك الرحمن. هونيك في جوز أرانب صغينونين، ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى في جيج، هذا الجيج أول مرة بشوفه يعني. اسمه الجيج الفرعوني، اسمه الجيج الفرعوني. لاحظوا معي ليك هون متجمعين هون جيش فرعوني، يعني شكله فظيع فظيع جدا جدا. تابعوا معي، تفرجوا اشكالهم، يعني شكل ما شاء الله سبحان الله تبارك الخلاق. ملاحظين؟ يعني حتى في عنده جيش شنقل، موجود في جيش شنقل، في جيش فرعوني. هلا نحن هذا بنسميه جيش شنقل. شايفين؟ هاي شنقل مثلا، هدول تنتين هون شنقل، وهذا هون شكل مميز اسمه جيش فرعوني. سماه لي اياه بالجيش الفرعوني، انا ما بعرف اسمه بس هو اللي قال لي هيك، خبرني جيش فرعوني. حتى من تعال نروح لجوا نشوف شو في عندهم جوا. هون تجمعهم، هون مقرهم. هاي المقر تبعهم، ما في اضاءة مع الاسف الشديد. ما شاء الله كله اجا كله. تفرجوا تبارك الرحمن، تبارك الخلاق. ما شاء الله تبارك الرحمن، عن جد اتفاجأت باشكالهم. يعني انا كثير مبسوط لان هيك زرت. هلا اذا انتم حابين اعمل لكم هيك شيء فيديو لاكثر من صنف، شوفوا احلاهم، ما شاء الله. تفرجوا، حتى صوتهم مميز عن البقيه، يعني صوتهم فيه اختلاف عن جيش الشنقل او الجيش اللي نحن بنعرفه، الجيش الطبيعي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي الارانب هون، انا اذا انبسطت اكثر شيء على الارانب الصراحه. تفرجوا ما شاء الله، تفرجوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اخواتي المتابعين، انتم مو متابعين، انتم اخواتي باذن الله. اذا حابين اعمل لكم هيك محتوى عن الحيوانات اكتبوا لي بالتعليقات. واللي ما اشترك بالقناه بتمنى منك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. كان معكم اخوكم ميار ناصر، تحياتي شباب. انا كنت بدي انهي الفيديو سبحان الله، بس تفاجأت بشيء، الا وهو انه هذا الدجاج الفرعوني بينام على الشجر. اي نعم، شوفوا هلا عند غروب الشمس، ملاحظين؟ الجيش الفرعوني بياخذ الاشجار كمأوى له او مكان ينام فيه. ما شاء الله، لاحظتوا؟ هيك كله ناطر انه عشان يطلع على الشجره. واضحين ما واضحين؟ ثواني اصوركم من هاي الجهه، شوفون واضحين. بعتذر الاضاءه هيك شوي سيئه، يعني عن جد تفاجأت لما شفت هيك شيء، انه بيختار الشجر كمأوى له او كمكان ينام فيه عند الغروب. طبعا نحن هلا الشمس عم بتغيب مثل ما انكم شايفين، قبل الغروب ببضع دقائق. كثير حبيت صراحة. اذا حابين اعمل لكم هيك سلسلة لزيارات الاماكن، مو بس حيوانات، لاماكن معينة، واشرح لكم عنها او فرجيكم شيء، فبتمنى منكم تكتبوا لي بالتعليقات. واللي ما اشترك برجع بكرر عليك، ما تنسى انك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس يا حبيب. شو ناطر بس قل لي. تحياتي، سلام.